بنكمل معاكم مع بعض. في عندي بالنسبه للانقاذ، ففي عندي مثلا بيسموها في ناس تقول على البويه وناس بوية. تقول الماركو وناس تقول الشمندوره الشمندورة بالظبط. الكالومه. دي علامات بحريه عشان ما تعديهاش. دي ببلغ الناس ان دي في ناس تسميها فراميل للمراكب، عشان لما تيجي تحضن وتعمل يقول لك ايه ايش بروه جانب. الصيادين طبعا عارفين يعني ايه المثل ده، ايش بروه جانب، يعني ادخل بالجنب كده وحضن على المركب اللي جنبك. بتبقى المراكب فيها الفراميل دي. لكن احنا في الدايفنج دي علامه ممكن تستخدمها لو ما معكش الاس ام بي اللي بينفخ من تحت اللي يطلع فوق. وكابتن احمد هيتحرك بالستودنت ودي دي بتبين لي ان في غواص تحت على عمق 5 متر تقريبا. تمام. لو انت ماشي على مركب او حاجه بتشوف الحته دي، بتعرف ان في غواص على عمق 5 متر تحت. بمناسبه البدل، فانا عندي مثلا بدل الكريسي، هتلاقي بدل هنا مثلا السكوا برو، هتلاقي هنا بدل دايف برو موجوده اللي هي الويف ديت. في عندي كمان وفي مارس. طبعا بتختلف المقاسات، بتختلف الشورت، او سواء كانت طويله جدا لغايه الكمام والرجلين، في ممكن حاجات شورت. في حاجات شورت اهي زي الشورت اللي في الاول ديت. تمام. وزي الطويله اللي ورا دي. هتلاقي عندك حاجات البدل نص ملي. دي تمام. دي مش نوبرين خالص، ده كانها شورت وتيشيرت. تمام. راش جارد. هتلاقي عندك برضو عندك الاكوا لانج الزعانف. تمام. هتلاقي عندك البي سي ديات بقى كتير بالشكل هنا. سافنت كواترو دي انواع البي سي ديات بقى معاك سكوب، عندك كريس، عندك الاكوا لانج. تمام. نتحرك بقى على هتلاقي عندك الشنط، والشنط دي حاجه مهمه جدا بالنسبه لك من ضمن ادوات الغوصه. لازم تبقى انت عارف الشنطه دي مهمه جدا. الشنطه دي مهمه بالنسبه لك. في شنط اللي هي بتبقى برضو حاجه زي النوبرين، ما بتطلعش ميه، تحط حاجتك جوه كلها مبلوله، غسلتها حطيتها جوه مش هتنقط نقطه بره. وفي حاجات ثانيه بتبقى مفتوحه. بتفرق برضو من غواص التاني. انت رايح النهارده منطقه غوص، معاك شنطتك الجميله، حاطط فيها كل حاجتك، بتطلع منها حاجتك كلها، على عكس واحد ماشي بكيسه كده معاه مطلع مثلا بي سي دي، مطلع حاجه ثانيه، فدي بتحافظ عليها الناحيه الثانيه، بتهلكها تقريبا يعني. واحنا ماشيين مع برضو هنقابل الماسكات. الماسك دي اهم حاجه تحت الميه، دي عينك اللي تحت الميه. ماسك زي ما كنت شرحت لك قبل كده، فالماسك عباره عن ازاز معالج حراريا ضد الكسر. تمام. بيستحمل ضغط عالي تحت الميه. عباره عن سيليكون وستراب. تمام. ازاي ان هو كويس على وشي؟ نرجع للقانون اللي كنا قلناه قبل كده. القانون كان بيقول الحاجه المناسبه ليك. طب انا اعرف ازاي اصلا الماسك ده مناسب ليا ولا لا؟ في حاجات مساك كبيره وحاجات صغيره. بعرف ازاي؟ بعمل طريقه معينه، باخد ماسك كده على وشي واشفط من مناخيري وانزل وشي لتحت. الماسك لو وقع مش مناسب ليا، فضل شافط لازق في وشي، وانا بطلعه لبره بيعمل شده كده مناسب، زي ازاي كده اهو. ده وقع لوحده مش مناسب ليا. تمام. تعال نشوف ماسك تاني مثلا. شوف مثلا ماسك دوت. تمام. الماسك ده بمسكه اهوت. مسك بص اسمع الحته دي، اسمع الحته الجايه دي، اسمع الحته دي. خدت بالك كاني بشفط حاجه. تمام. ده مناسب جدا ليا تحت الميه، مش هيدخل حاجه. تمام. ولاحقا في الغوص برضه هتتعلم طرق اللي هو ازاي تنظف الماسك تحت الميه لو حصل له حاجه لا قدر الله. زي ما كنت بقول لك ان اهم حاجه في صيانه الحاجات المعدات بالنسبه لك هي الشطف دايما وتخزينها. هتتعلم برضه ازاي طرق تخزينها وازاي طرق تشطفها وكده. زعانف المارس بتاعت السكوبا، زعانف الاوشنز بتاعت الفري دايف. البوتس فيها بوت فيها بوتس، في بوتس كامله. هاتهولي وريهولي، هات النص وهات الكامل. ده البوت الكامل. تمام. الهاف بوت في عندك حاجه زي كده. هاف بوت اهو. تمام. هات له جزمه البحر برضو ممكن في جزم بحر. في حاجه ما اتكلمناش عنها وهي بتنفعنا جدا. خلينا الاول برضو اوريك جزم بحر. تمام. بستخدمها وانا بمشي برضو على رمله او حاجه. تمام. في حاجه جدا نسينا نتكلم عنها وهي الهود او الهود. تمام. الهود بالنسبه لي تمام. لما تيجي تنزل في الشتاء او في منطقه اللي هي جليديه شويه لازم تستخدم هود عشان تدفي منطقه الوش. طيب بس اعرف الهود بتاعي بالنسبه لي مناسب او مش مناسب ازاي؟ ان انا البسه واشوف هل مؤثر عليا في الحته دي، مؤثر على عمليه الرطوبه ونزول الدم ولا لا. تمام. لو مناسب
لو الدنيا تمام بالنسبه لي تمام، مش مناسب